بيبتدي الفيلم في مدينة منظمة، وفي الشارع الرئيسي فيها بيكون في مجموعة من السلاحف ماشيين في امان بعد ما اتأكدوا ان مفيش عربيات قريبة، بس بتطلع عربية من تحت الارض ماشية بسرعة عالية، والسواق عمال يشرب عصير بس كان مركز في الطريق لحد ما بيقع عليه شوية من العصير عشان يحاول ينفض هدومه منه. بيبص تاني على الطريق بيلاقي قدامه سلحفة صغيرة بتعدي الشارع لوحدها، فبيحاول السواق ان هو يتفاداها وبيحود من قدامها. لما بيعمل كده بتلف بيه العربية للآخر، فبتخبط في الكوبري اللي كان هيقع منه، فبتمسكها الأسلاك اللي موجودة في آخر لحظة عشان ما توقعش وبتتعلق بالعافية. فبيفضل السواق ينادي على اي حد عشان يلحقه، فبيلاقي في صياد سمك معدي من تحته، فبيقول له اتصل بالشرطة ولا المطافي ولا اي حد في يومك المنيل ده خليه ينقذني. فبيقول له السواق عيب عليك، شرطة ايه ده، انا هجيب لك فرقة الكهف اللي احسن من كل ده. فبيتصل بيهم الصياد وبيستقبل رايدر اللي هو قائد الفريق المكالمة، فبيقول الكلاب يلا بسرعة عشان ننقذ الموقف. بياخد الكلاب ويفضل ماشي بيهم لحد ما يوصل لمكان الحادثة، وبعدها بيقول لتشايز انزل انت اربطه واحنا هنسحبه. فلما بينزل بيقول السواق ايه التهريج ده، انتوا جايبين كلب عشان ينقذني؟ فبيقول له انت حر، لو مش عايز انا ممكن اسيبك عادي. فبيقول له السواق لا خلاص والنبي طلعني. فبيربطوا تشايز وبيسحبوا وبيوصلوا بقى للارض تاني، وبيتلم كل سكان المدينة، فبيفضلوا يسقفوا للفرقة اللي عملت الانقاذ ده وخلصوا الموقف من اي خسائر. وبيلف رايدر فبيلاقي العربية بتوقع حاجة من الخزان، فبيقول لهم السواق ما تقلقوش ده عصير زي اللي بشربه. بنروح بعدها للمدينة بتاعة المغامرات، فبنتعرف على الكلب ده اللي راكب المترو واقف فيه، فبيلاقي واحد بياكل حاجة وبيرمي الورقة، فبيقول له خد الورقة دي من على الارض بدل ما ازعلك. فبياخد الراجل الورقة تاني وبيعتذر، فشكله كده مسيطر الكلب ده ومحدش بيقدر عليه. وبينزل لبيرتي عشان يحضر اجتماع معمول للانتخابات الجديدة، وبيعرف ان المنافس للعمدة الحالي هاميتينج انسحب وكده هيفضل هو العمدة. وبيفضل هاميتينج يقول لهم انا بوعدكم ان انا هغير كل القرف اللي بيحصل دلوقتي، واول حاجه في خطتي ان احنا هنهد شويه مباني ملهاش اي لازمه وهنبني حاجه متطوره بدلها. ولما بتسمع ليبرتي الكلام دوت بتتصل برايدر وبتقوله تعالى هنا بسرعه مع فريقك عشان العمده راجل مجنون وهيبوظ البلد وانت المفروض راجل بيساعد الناس. فبيروح رايدر بالفريق بتاعه وبيقول لهم يلا نسافر لمدينه المغامرات، وبيقول لهم تشايز روحوا انتوا وانا هستناكوا هنا. وبيسيب المكان وبيطلع، وبيقول رايدر لباقي الفريق عادي اعذروه، هو شاف هناك ايام سودة لما كان وحيد في الشوارع. بيطلع رايدر يقعد معاه وبيقول له انت عارف انت اهم واحد في الفريق، مش هنعرف نعمل حاجه من غيرك واحنا هنروح نساعد الناس، اوعدك كل حاجه هتبقى زي الفل. فبيقتنع تشايز وبيقرر ان هو يسافر معاهم، فبتبدا الرحله ويفضل الكلاب يلعبوا في الطريق لحد ما يوصلوا المدينه. وهناك بيكون هامبين في الطريق للجامعه اللي موجوده في المدينه، وبيقابل هناك ميس ويلسون اللي بتقول له انها عملت اختراع جديد آلة بتتحكم في السحاب. ويفتكر هاميتينج ان الدنيا عماله تشتي ودي حاجه ممكن تخلي الاحتفال بالمكسب يتلغي، فبتجيله الفكره وبتقول لها الجهاز ده يلزمني وعايزك توقفي السحاب انه يوصل هنا، مش عايزه اشوف شتاء على المدينه الفتره اللي جايه. وبيهددها لما بترفض فبتضطر انها توافق وتعطل المطر عن المدينة. فبياخد هاميتينج منها الرمود وبيسيب المكان ويمشي وهي واقفة مكانها مش عارفة تعمل ايه. في الوقت ده بيكون رايدر وباقي الكلاب واقفين بيشوفوا مكانهم الجديد، هما منبهرين ومحدش فيهم مصدق ان ده هيبقى مكانهم. وتبدأ مراسل الاحتفال بتاعة هاميتينج بيحضرها مع القطط بتاعته، بياخدهم معاه في اي مكان. بيلاقي كل اللي في المكان زهقانين ومش مركزين مع الحفل الممل بتاعه، فبيقول لا انا مش بعد ما عملت كل ده الناس هتقول عليا ممل. وبيروح لوحدة التحكم عشان يضرب شوية ألعاب نارية، وبتفرح القطط لما تشوف الألعاب النارية وبتدخل تفضل تدوس على الزراير وتلعب هي كمان، فبتضرب كل الألعاب الموجودة وبتتهد المنصة اللي عليها الألعاب، فبتفضل تضرب من غير ما حد يعرف يسيطر عليه. لما بيشوفوا هاميتينج اللي بيحصل مش بيعرف يعمل ايه وبيستخبى هو خايف. وبيكون رايدر واقف مع باقي الفريق وبيبص على الشاشة، فبيلاحظ ان في نشاط مش حد عارف يسيطر عليه، فبيقول للفريق استعدوا يلا عشان ايه عندنا طلعة. بياخدوا عربياتهم وبيتحركوا وبيروحوا المكان الألعاب النارية، فبيلاقوا الطريق زحمة ومش حد عارف يتحرك. في الوقت ده بيقابلوا ليبرتي اللي بتقول لهم انا لازم انضم بيكم، انا معجبة بكل اللي بتعملوه وانا هقدر اواجهكم لاي طريق حابين تروحوه. فبيقتنع رايدر وبيقول لها دي اول مهمة ليكي معانا. ليبرتا بتزعق العربيات فبتخليهم يفتحوا الطريق، فبتوديهم لمكان يقدروا يعدوا منه بسهولة وبعيد عن الزحمة واي حاجة. تجري العربيات لحد ما بتوصل لمكان الحادثة عشان اول ما يشوفهم هاميتينج يقول إيه اللي جاب دول هنا، انا مش بحبهم ومش عايزة اشوفهم تاني. فبيقولوا مساعدوا يلا بينا احنا من هنا قبل ما حد يحصل له حاجة.
وبيدخله العربيه وبيمشي بيه من المكان. بيقسم رايدر المهمات على الكلاب وبيقول لكل واحد المفروض يعمل ايه. بيروح تشايس بالباراشوت بتاعه وبيروح للناس المحبوسه في المكان. لما بيدخل لهم فبيقول لهم محدش يخاف انا هنقذكم، فبيسيب الباراشوت مفتوح فبياخده وبيقع بيه وبيعرف باقي الكلاب اللي حصل. فبيوزع واحد منهم اسمنت على العمدان وبيرش التاني بميه بيطفي بها النار عشان ينقذوا الناس اللي كلها بتجمع. وبينزلوا تشايس بالراحه رايدر اللي واقف تحت مستنيه. وبيفضل تشايس زعلان من نفسه على الغلطه ديت. فبيقولوا رايدر ما تقلقش الناس كلها بخير وانت ما كانش قصدك، يعني كلنا بنغلط عادي. فبيقف فريق كله مع الناس وبياخدوا صوره. ولما بيشوف هامتنج الكلام ده على التلفزيون بيتضايق وبيكسر الشاشه اللي بيتفرج عليها وبيقول للمساعدين بتوعه انا عايزه الفريق دوت عندي في اسرع وقت. تاني يوم بتصلح ليبرتي من النوم وبتمشي في الشارع لحد ما بيقول لها بتاع الفاكهه ان المحافظ هيفتتح محطه مترو جديده بشكل مختلف. وبيروح لهامتنج اللي واقف وعامل لقاء صحفي وخارب الدنيا وبيقول انا النهارده جاي عشان اقول لكم انا هعمل تعديل على قضيب القطر وهخليه يمشي في دواير. لما بيسمع المذيع الكلام ده فبيقول ده راجل ده متخلف وربنا يستر علينا من الراجل ده فهيضيعنا قريب. بيوصل القطر عشان يمشي على الطريق عادي فبيدخل الدايره وبيلف فيها لحد ما بيعطل وهو مش شايف في الجو. اول ما بيشوف هامتنج الكلام دوت بيهرب من المكان وبيقول مساعدين احنا مش عايزين حد يشوفنا. وبيفضل بقى يقول المشروع بتاعنا وحش ويفضل الركاب مرعوبين لحد ما بيتصل واحد منهم بفرقه الكاف عشان يرد عليه. فبيرد عليه رايدر وبيقول له ما تقلقش احنا هنوصل في اقرب وقت. وبيبلغ الفريق وبيقول لهم يلا احنا عندنا مهمه صعبه النهارده لازم ننقذ الناس دي قبل ما حد يتاذي. بتوصل الفرقه ومعاهم ليبرتي. فبيقول لهم رايدر ان تشايز هو اللي هينط على الدايره ويوصل السلم للركاب عشان ينزلوا عليه وليبرتي هتبعد اي حد عن المكان عشان مش ناقصين خساير. وبيجي تشايس على السلم لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه القطر بس قبل ما ينط بيلاقي الطوب بيقع من تحته فبيخاف فبيفضل ثابت مكانه. وبيشوفه واحد معاه في الفرقه فبيبلغ رايدر اللي بيقول له خلاص اتصرف انت ونزل السلم للناس. وفعلا بيفرد السلم عشان ينقذ كل الركاب من غير ما حد يحصل له حاجه. وبيروح بعدها لتشايس بيقول له تعالى بس تعالى ننزل من هنا. بيفضل رايدر مأنب ضميره فبيقول انا ما كانش ينفع اجيبه معايا هنا ما دام هو كان رافض. فبيقول زمانه فقد الثقه دلوقتي بنفسه. بيروح رايدر وبيقول له انت اهم واحد في المجموعه بس انت لازم تريح والكام مهمه الجايين مش هينفع تبقى معانا لحد ما تظبط نفسك وترجع اقوى من الاول. فبدايه تشايس لما بيسمع الكلام ده وبيقول له رايدر انا قلت لك من الاول انا مش عايز اجي وانت اللي صممت وقلت لي كل حاجه هتبقى تمام وزي ما انت شايف كل يوم اسوأ من اللي قبله ودلوقتي بتقول لي انا مش معاكم. خلاص انا مش معاكم بقى. وبيسيبه وبيجري في الشارع وبيطلع رايدر يجري وراه. بيكون هامدين واقف وشايف كل اللي بيحصل فبيقول للمساعدين بتوعه احنا لازم نجيب الكلب ده عشان يخطفوه. فبيقع منه الطوق بتاعه ولما بيلاقي رايدر الطوق فبيقول احنا كده ضيعناه للابد انا عمري ما هعرف هو فين من غير الطوق. ويفضل شايل هم عشان حاسس ان هو السبب في كل اللي بيحصل ده. بتوصل ليبرتي وبتقول ما تشغلش بالك انا هجيبه من تحت الارض اكيد اي حد شافه انت مش كنت بتقول ان هو انت بتجري وراه اكيد ما بعدش. فبتفضل ماشيه مع رايدر لحد ما بيوصلوا للمكان بيبيع حيوانات. لما بيسأل رايدر صاحبه المكان عن لو كانت شافت الكلب ده فبتقول انا شاكك في الموضوع في حاجه غلط مستحيل ان هو اختفى بالطريقه دي. فبتقول له صاحبه المكان ان في سر محدش عارفه وان هامدنج بيحب القطط ومش بيحب الكلاب ومش عايزهم عنده في البلد عشان كده سمعت ان هو بيقبض عليهم وبيحبسهم بس فين بس محدش يعرف. بتقول له بنتي ان عندها خطه جامده بما انها كلبه وكده عايزه تساعد فالحل الوحيد انها تعمل نفسها طعم عشان اول ما يشوفها هامدنج يخطفها ويحبسها في المكان وهتكون لابسه طوق عشان يعرف رايدر مكانها وينقذها. في الوقت ده بيكون تشايس في المكان المخطوف فيه الكلاب وبيعرف ان المكان ده هيتحول قريب لسجن كبير يتحط فيه كل الكلاب بتوع المدينه مع بعض عشان يفضل زعلان على اللي حصل له. فبيقول له الكلب الكبير انت ايه اللي جابك هنا. فبيقول له تشايس انه عمل غلطات وكوارث كتير عشان كده هرب لحد ما اتمسك في المكان ده. فبيقول له الكلب ما فيش حاجه اسمها عملت غلطات كتير واي حد بيغلط وبيتعلم من الغلط. وبيعمل هامدنج لقاء مع المذيع فبيقول له انه خلاص الحاجات الغريبه اللي عماله تحصل ديت مش هتتكرر تاني وانه اتغير. بتدخل عليهم ليبرتي اللقاء وبتفضل تجري لحد ما تحرج هامدنج. فبيقول لرجالته اقبضوا عليها بسرعه انا قلت مش عايز كلاب في البلد عشان يتقبض عليها وتروح نفس المكان اللي فيه تشايس. فبتقول له ما تخافش انا هنا عشان انقذك ورايدر بيحبك كتير قوي. فرايدر بيكون وصل بيجرره للحيطه وكسرها وطلع كل الكلاب المحبوسه وبياخد معاه تشايس يوديه للمكان اللي كان قابله فيه اول مره وبيقول له انت بطل من يوم ما قابلتك وهتعيش طول عمرك بطل. وبيدوا له الطوق بتاعه وبيقولوا اهلا برجوعك تاني للفريق اللي مش هيعرف يعمل حاجه من غيرك. وبعدها تروح ميس ويلسون للعمده وتقول له انت عملت خزن سحب ومنع الامطار تنزل الجهاز باظ ومش عارفين هيعمل عاصفه امتى. فبيقول لها انا مش عايز صداع واعمل اللي انا
انا عايزه في بلدي. فبتحاول ويلسون تاخد منه الريموت فبيتكسر، فبيقولها احسن. دلوقتي بيقولها وريني بقى هتعملي ايه. تجري ويلسون عشان تقف وتحذر الناس ان في عاصفة قوية هتوصل قريب، بس بيوصل هامتنج وبينزلها من عندها، وبيفضل يقول للناس انا النهارده عايزه اعلن ان انا بنيت اول ناطحه سحاب في المدينه، واللي هيبقى فيها مكتبي في الدور الاخير عشان ابص للشعب اللي تحتي وانا قاعد. فبتفضل ويلسون متضايقه منه مش عارفه تعمل ايه. لا بتلاقي الجهاز بتاعها وصل لحد الاقصى والعاصفه هتوصل في اي وقت، فبتتصل برايدر وبتقول له انت لازم تيجي انت وفرقتك وتنقذنا. جهز رايدر فريقه كله وبيدي البوتسيكل اللي بيرتولها اهلا بيكي في الفريق بعد ما بينت شجاعه كبيره في الفريق لما حطيتي نفسك طعم. بتفرح وبتطلع مع باقي الفريق عشان يروحوا لمكان الجهاز وبينزلوه في شبكه، فبتكون العاصفه بدات، فالناس بتروح لليبرتي بقوارب النجاه وبيطلعوا الناس من الميه فبتنقذهم. فبتكون ناطحه السحاب عماله تتهز بعد ما تعرضت للعاصفه. لما بيعرف رايدر اللي حصل بيجري عشان يطلع لهامتنج اللي مستخبي تحت المكتب بتاعه وهو مرعوب، عشان يقول له تعالى بسرعه مع القطط بتاعتك عشان انزلك من هنا. وبيدخلوا الاسانسير وبينزلوا لتحت يدوي لحد ما بيخبط في الارض على طول، فبيوقف الاسانسير وبيحاول ينقذه من العاصفه مع انه ما يستاهلش. بعد ما انقذه بتضرب العاصفه المبنى وبيتهد المبنى ورايدر جواه، وبيفضل ينادي على حد ينقذه لحد ما بيسمع تشايس الصوت وبيقرر انه يروح لناطحه السحاب ويفضل ماشي عليه لحد ما بيوصل لاعلى نقطه، وبيلاقي ان رايدر في الناحيه التانية ولازم ينطله، بس بيفضل واقف خايف ومش عارف يتحرك. ولما يجي يعمل حركه الهوا بيمنعه لحد ما يفتكر كلام رايدر عشان يتشجع وبينط للناحيه التانية وبيرفع الصخره من فوق رايدر فبيعرف يقوم. دلوقتي بيبتدي سكاي بطيارتها عشان تخبط في الجهاز وتفجره. بتلاقي العاصفه انتهت وبنشوفها بتنجي يحاول يهرب عشان تعلقه من فوق وتوقعه على الارض بعد ما بتحرجه ويفضل واقف مش عارف يقول ايه. وبسبب بطولاتهم الكبيره بتعمل المدينة كلها حفلة للفريق الكافح عشان تكرمهم وتديهم مفتاح المدينة. وبيقف رايدر عشان يعلن عن أجدد عضو في الفريق ليبرتي وبيديها طوق للفرقة، وبيلاقي في كلب بيتصل بيه عايز مساعدته عشان يقول الفريق كله يجهز عندنا طلعة جديدة. وبس كده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد.